صباح الخير أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناتي سافريكانوس كيتشن. معكم قمر، ومن أجواء الكريسماس بكولورادو حبيت أنقل لكم هالصور الحلوة والأجواء الجميلة من زينة الكريسماس بالسيفيك سنتر بكولورادو دنفر، وشجرة الميلاد بالألوان المميزة والرائعة. أجواء الفرح والسعادة والسرور مثل ما بحبها تدخل لقلبي وقلب عيلتي، كمان بحبها تدخل لقلب عيلتي التانية، عيلتي على اليوتيوب، أصدقائي. بحب شارككم كل الأجواء الجميلة يلي نحنا منقضيها ولو بلقطات بسيطة. فرحة جميلة، صور رائعة، إضاءة حلوة كتير ومميزة، استعدادا لعيد الكريسماس. ينعاد على الجميع بالهنا والسرور يا رب. نزلنا كتير، كانت الأجواء حلوة ومميزة، لقطنا شوية صور وكان الطقس بارد، وبعدين طبعا بنرجع للمطبخ تبعنا الحلو يلي ما بنستغني عنه وعن أكلاتنا اللذيذة جدا جدا جدا. واليوم رح نعملكم الكفتة باللحمة التركي واللحمة بأسهل طريقة. أنا هالأسبوع شوي كنت مشغولة، ولكن أنا حتى وقت بكون مشغولة وعندي قصص كتير بدي أقضيها، بس أنا بكون حريصة أني أعمل طبخ بالبيت يكون البيت على طول فيه أكل. طبعا بناء على رغبة الأولاد يعني بناء على إجماع الجميع. أنا بعرف شو بيحبوا، بحاول اختار الأنسب يعني والأسهل أحيانا لإلي وشو بيناسب وقتي. احترت يوميتها شو بدي ساوي أكل، بعدين فتحت الفريزر لقيت عندي لحمة تركي ولحمة بقر بيف. حطيتها شوي بالمايكروويف كرمال تسيح، وعم حط لها البهارات مثل ما لكم شايفين مشان نعمل أقراص الكفتة يلي منقلها نحنا بالشام اللحمة المدللة بأسهل طريقة وطيبة كتير. ورح نعمل معها كمان شوربة الدجاج لذيذة جدا وبتناسب هذا الوقت، وكمان رح نعمل أكلات حلو بسيطة لذيذة وطيبة وبيحبوها الكل. أنا اليوم عم نزل الصوت على الفيديو بكير شوي، اليوم الثلاثة، وأنا إن شاء الله ناوية أني أنشر الفيديو يوم الجمعة، ولكن عندي بالبيت كلهم مرضانين وأنا كتير مشغولة، وللصراحة خايفة من موضوع الكورونا، فأنا أخذت لقاحين وأخذت كمان واحد ثالث نص جرعة، ولكن عم فكر إني أخذ اللقاح بكرة يلي هو الأربعة إذا الله يسر لي، ما بعرف. ولكن أنا بالثلاث مرات اللي أخذت فيه اللقاح للصراحة متت وعشت، فقلت يا بنت يعني كمان ولصديقك عليك حق، فقلت يا بنت جهزي هالفيديو حتى لو بده ينزل يوم الجمعة جهزيه، لأنه أنا إذا أخذت اللقاح وإلا سمح الله إذا مرضت أنا حكون بالتخت لألموس يومين، فادعولي إن شاء الله تكون الجرعة خفيفة علي وما أتضايق، لأنه عن جد أولادي كتير ضعفوا، ويعني عن جد أنا زعلت عليهم وأنا ما بدي أمرض وما بدي ماما تمرض كمان، فادعولي إن شاء الله أكون أموري كلها تمام، وبخبركن إذا الله راد وكتب لنا نصيب الفيديو الجاي شو صار معي. المهم شفنا مع بعض كيف سويت اللحمة وعم بعجنها. أنا حاطة القفازات لأنه أنا للصراحة ما بحب كتير وسخ إيدي
واغسلهم كتير، وخاصة اللحم وهالقصص. جهزتها. وهلأ حبيت أعمل، ما بياكلوا كتير أحيانا عندي سلطة، فقلت بما أنه ابني مرضان خليني أعمل شوربة الدجاج. أنا طبيعتي يعني بحب إني أجيب كل شيء، سوري يعني أعمل كل شيء أنا بإيدي. يلي بعيش هون وبشوف إنه الأمريكان أغلبهم، يعني إذا حدا من عائلتهم مرض أو شيء، بتلاقوا إنه كل هالأمريكان بيجيبوا يا أما علب شوربة جاهزة أو بيشتروها من شي مطعم. يعني هن ما لهم فاضيين أكيد، ولكن أنا ما بثق بأكل برا، فبحب أعمل كل شي لعائلتي بأسهل وأظرف طريقة. وخاصة إني أنا كنت أشتغل بمطعم وبشوف الأكل. يعني هالشوربات مثلا مثل هاي الشوربة اللي أنا كنت أعملها كانت كلياتها تجينا من الشركة بالكياس مفرزة، ونحن كنا بس هيك نسخنها بالمحل. فللصراحة ما منظر بشهي أبدا أبدا. على الأقل أنا عم بعمل كل الخضرة تازة، وعم بستعمل يعني عارفانة شو المواد اللي أنا عم بستعملها، والمرقة ظريفة وكذا. أنا ما بعرف يعني هيك بحب. المهم حاليا ما بعرف، كأنه صاير وباء عنا، مو وباء عفوا، فيروس على هالبرد اللي عم يجي وتغيير الطقس. كتير عم شوف الأولاد والناس يعني حوالي يوم مرضانين، يوم عم بيعانوا من أمراض بالمعدة، يوم بالتنفس. فللصراحة شي بخوف. فأنا بدي أعمل اللي علي وأخذ هاللقاح، مع أنه والله هاكله هم، عن جد هاكله هم. بس يعني أنا بفضل الوقاية وبعيد الشر، ما بدي لا سمح الله يصير معي شي. المهم هلأ خلصنا وجهزنا، عم نقرص اللحمة مثل ما شايفين، وهلأ بدنا نقليها وبدنا نطبخ شوربة الدجاج مع بعض. أنا اللحمة الكفتة الكباب هي اللي شفتوها خليني أشرب مي. ما بحب أقليها بزيت قليل لأنه بحسها بتطلع ناشفة. يعني جماعة اللي عاملين دايت فيهم يعملوها شوي، بس ما بعرف، أنا بحسها بالمقلاية يعني أطيبة، بتطلع طعمتها ولذيذة، وحتى بخلي شوية زيت معها، يعني ما بصفيها على الآخر. وبالطنجرة الثانية عم نحضر الخضرة اللي ساويناها مع بعض وعم نقليها. شغلتها بسيطة كتير سهلة، يعني الأكلتين مع بعض، وأكلة حلو خفيفة كلها على بعضها ستارت تو فينيش، يعني تقريبا أقل من ساعة. بس يعني طبعا أنا وقت اللي بصور لازم يكون كل شي حوالي نظيف ومرتب وبرفكت، يعني مشان ما تحكوا علي فبيجوز ياخد شوية وقت أكتر، مشان ما يعني يكون كل شي بيتكركب الواحد وقت بيكون عم بيصور، وإلا بلا تصوير. يعني هدول الأكلتين أنا بالأحوال العادية صراحة ما بتاخد معي أكتر من نص ساعة. الغرض من الفيديوهات اللي عم بنساويها تبع الطبخ، لأنه نحنا بالشتاء أنا اللي بلاحظ من يعني خاصة عندي بالبيت إنه الأكل بيكتر شوي، يعني الواحد لأنه برد برا فبده هيك يفش قلبه بالبيت أكتر. والشوربات بلاقيها لذيذة كتير أنا بالشتاء، هيك طيبة وبتدفي المعدة يعني، وخضرة ما في أحلى من هيك. هلا عم حاول اصور لكم الجهتين ونشوف الاكله انا كيف بعملها. انا ما امتن اللحمه، بحاول بس ليستوي اسحلهم حطهم فوق بعض وضيف اللحمه الثانيه.
اكتبوا لي بالتعليقات، قولوا لي شو حابين اني انا ساوي لكم فيديوهات غير فيديوهات الطبخ. اذا عندكم افكار يعني كمان الواحد بجوز انا حدا عم بيتابعني عنده شي استفسار، حابب انه مثلا نحكي بشي موضوع معين، ما بعرف يعني، انتو عطوني افكاركم، نحكي وندردش مع بعض. المرقة اللي انا هلا عم بستعملها، اذا بتتذكروا عيد الشكر، انا بس خلصت العشاء تبع عيد الشكر فرفطت التركي كلياته، واذا بتتذكروا قلت لكم حطيت العظم كلياته بكيس وحطيته بالفريزر. بعدين وقت اللي انا يعني كنت حابة اني اعمل الشوربة مو بنفس النهار طبعا، قبل بيوم سلقته بطنجرة الضغط وحطيت معه بصل وشوية بهارات، وشفتوا ما شاء الله الكمية الوفيرة يلي طلعت لي من المرقة، وشفتوا قديش المرقة ظريفة. يعني مثل ما خبرتكم أنا ما في شي عندي بينكب. طبيعتي وقت اللي أنا بدي مثلا أعمل طبخة، ما عندي جدول إنه اليوم أنا بدي أعمل هيك وبكرة بدي أعمل هيك وبعد بكرة بدي أعمل هيك. أنا بفتح بشوف شو عندي بالبراد، إذا عندي خضرة بحاول إني خلصها طبعا قبل ما تخرب. ما عندي خضرة بفتح البانتري يلي هي غرفة المونة، بشوف شو عندي مثلا عدس، بقوليات، هالقصص، أو بفتح الفريزر إذا عندي شي حابة مثلا ساوي بذات الوقت، لأنه الأكلة بتناسب البطاطا. فكنت عم بعمل بطاطا بالإير فراير. هاي البطاطا جاهزة وأنا عم جهزها، يعني ما استخدمت المقلاية الزيت، هي الإير فراير بمقلاية الهواء. ابني الله يسلمون كلهم ويخلي لكم أولادكم الصغير عم يلعب هلأ مصارعة. ولمعلومكم اللي بيلعبوا مصارعة في إلهم أوزان معينة. أولادي كلياتهم بيحبوا الأكل، وهذا عندي الصغير بيعشق الأكل، وبس يعني صحته حلوة، هو ماله ناصح ولا شيء، ولكن حابب يلعب مع حدا يعني ما يكون أكبر منه، هو صغير بالعمر ولكن على صحته بده يجي حدا أكبر منه بالعمر ليلعب معه. فهلأ عم بيحاول ينزل وزنه كرمال المصارعة، وكل يوم والتاني بيقعدوا بيتوحموا جعبالهم أكلت حلو كذا، وحرام يعني عم يحرم حاله كتير كرمال ينزل وزنه. بالفعل صار منزله أكتر من 12 باوند. فأنا للصراحة زعلت وبدي أعمل له شغلات، لأنه هذا الصبي عندي كتير حباب وظريف، فقلت بعمل له هيدا الجيلاتين خالي من السكر وفيه فواكه، يعني إن إجا عباله أكلت حلو بيلاقي شي بالبراد ينبسط عليه وبنفس الوقت ما يزيد وزنه. فعملت نوعين، واحد بالبردقان وواحد بالفريز. خليه يعني أنا بحب خلي البراد ملان أكل ويضلوا صحتين مبسوطين وعينهم شبعانة. هاي بنفس الوقت وهو الأكل على النار أنا عم بستنى لحتى إنه الخضرة تبع تبع الشوربة تخلص. طبعا نحن ما بنستغني عن مكعبات الدجاج، لأنه عن جد طعمتها لذيذة وطيبة حتى لو حتى المرقة. بعدين رح ضيف شوية مي، هلأ بنشوف مع بعض، ونضيف لها شوية معكرونة لحتى تصير، وهي اللحمة اولموست صارت. اليوم أنا بس أخبركم إني أنا كان عندي كذا موعد، فالأكل جهزته وأكلنا، ولكن ما سكبته مثل ما بالعادة بعمل صحون مرتبة كتير وكذا، لأنه للصراحة أكلنا وطلعنا بسرعة. فأعذروني أنا ما كان عندي كتير الوقت إني صور بالشكل الفانسي اللي كنت ساوي لكم إياه من أول، ولكن الغاية إني أنا أذكركم بشي طبخة وتشوفوا إنها الأكلة ظريفة ومرتبة، والصراحة كتير طلعت طيبة وقت بتخلطوا لحمة التركي أو الدجاج مع البيف. هاي الشكل النهائي طلعت كتير طيبة بتجنن والكل انبسط منها. وهي هذا الجيلاتين اللي ساويته لابني
طبعا للي بده ياكل اكيد، بس انا قلت لكم بحب خليه بالبراد. وهلا حنسكب كمان الشوربة مع بعض ونورجيكم شكلها كيف طلع بعد ما حطينا لها المعكرونة. بس ما كترت كتير معكرونة طبعا، ضفت شوية مي وقت حطيت المعكرونة وخليتها تغلي بقلب المي. عن جد ما شاء الله ما زاد شي من الأكل، وأنا كتير انبسطت إنه أكلنا وطلعنا من البيت قضينا شغلنا كل الأغراض من البيت. يعني أنا ما طلعت خصوصي واشتريت شي. وطبعا ضفت الله يعني هي حسب الرغبة بقدونس ناشف، إذا عندكم بقدونس تازة كمان فيكم تحطوا. وإن شاء الله الأطباق تكون ظريفة، بس صدقوني جربوها كتير الأكلة طيبة. وطبعا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، وتابعوني وادعولي إن شاء الله يكون جرعة اللي بدي أخدها ما أمرض عليها. وتطمنوا علي، معلش اطمنوا، أنا كمان صديقتكم. هذا الطبق سكبته بس بهالطريقة مشان ورجيكم إياه. يلا باي باي.